نايل سبورت، وبقول لك الف مبروك النهارده. الله يبارك فيك. طبعا برحب بحضرتك الاستاذ طارق وضيوف حضرتك الكرام كابتن عصام والكابتن حمزه الجمل، واشكرك والله يبارك فيك، وجمهور الزمالك مبروك النهارده الحمد لله. كابتن ابراهيم، مبدئيا اول حاجه عايز اطمن على اصابتك في مباراه اليوم. لا هي كانت كدمه قديمه في الاماميه من حوالي 4 ايام، كنا في التمرين، لكن النهارده في اخر السبرنت اللي انا حسيت بيه في شد في الاماميه، فالكوتش نادى عليا ان انا طلبت التغيير وغيرته خلاص، وان شاء الله بكره هنشوف وهعمل اشاعه واطمن باذن الله. يعني لسه في انتظار عمل الاشاعه عشان تحكم بقى هل هتبعد عن الملاعب قد ايه؟ لا لسه ربنا يسهل وما بعدش خالص، بس هي في شد في الاماميه فخرجت من الملعب، وان شاء الله بكره اطمنه باذن الله. اطمن. كابتن ابراهيم، النهارده شايف يمكن اول مباراه محليه في الدوري الممتاز وتحضر جماهير نادي الزمالك، عايز اعرف شعورك في مباراه اليوم. والله الجمهور وحشنا، انت عارف الفتره اللي فاتت كلها بنلعب بقالنا فتره طويله جدا بدون جماهير، دي كانت صعبه، محسسنا في الجو العام مش كويس، بنحس ان احنا بنلعب ماتشات وديه. النهارده طبعا هم ملتزمين جدا ودي حاجه كويسه ليهم ان احنا نلعب، عشان تكون بدايه ان جماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك جماهير النادي الاسماعيلي كل الانديه يبقى لها جماهير تدخل تتفرج على مباراه. احنا داخلين على مباراه في كاس العالم مع المنتخب، داخلين على مباراه افريقيا للزمالك والنادي الاهلي، فالمفروض ان احنا الجماهير دي هتبقى دافع كبير لينا، فان شاء الله التزموا والفتره الجايه تكون احسن، عشان الكره المصريه داخله على مرحله كويسه جدا، ان شاء الله نقدر نكمل وباذن الله الاداء يجي، لان احنا بقى لنا فتره طويله جدا ما بنلعبش ماتشات، انت التوقف كان طويل المره دي، فاكيد ان الماتش ده والماتش اللي جاي هيكون اعداد قوي للمباراه الدوره المجمعه، وان شاء الله ربنا يوفقنا ونقدر نمشي في الطريق السليم اللي احنا ماشيين فيه، وان شاء الله نقدر نحقق بطوله الدوري السنه دي ان شاء الله. كابتن ابراهيم، كلمنا بقى عن التحول الايجابي في مباراه اليوم من التاخر بهدف ثم التعادل ثم تقدم بنتيجه المباراه 2-1، تقييمك لاحداث المباراه فنيا النهارده. هو انا زي ما انا قلت لك احنا مش جاهزين بدنيا قوي، يعني الناحيه البدنيه مش جاهزين فيها لان الماتشات بعدنا فتره طويله، فكنا بنحاول نقدر ما نلعبش كتير، ان احنا نجري بالكره كتير عشان ما نتعبش. ده حصل في الشوط الاول، احنا جه فينا جون الشوط الاول، قدرنا نرجع وقدرنا نفوز، دي حاجه كويسه طبعا ان احنا نكون خسرانين ونتقدم ونفوز، فدي حاجه كويسه لينا. احنا فرقه بطوله، فرقه كبيره، بنلعب على الفوز دايما، فتحت اي ظروف احنا واجهناها قبل كده لعبنا ماتشات وتاخرنا وكسبنا قبل كده، بنلعب وتعادلنا وخسرنا، فاحنا مرينا بكل الظروف دي، فان شاء الله فرقه نادي الزمالك السنه دي ماشيه بشكل كويس، وتعلمنا على كل الظروف اتعودنا عليها، وان شاء الله يكون دايما الفوز دي اهم حاجه عندنا ان شاء الله. اشكرك واتمنى لك التوفيق يا كابتن. شكرا. شكرا اعزائي المشاهدين.